أسرار في المطبخ هتوفر وقتك وفلوسك وهتخلي الأكل طعمه يحكي حكاية لوحده. بصي بقى يا ست الكل، الشغل في المطبخ مش بس وصفة، ده نظام بلاستريكات صغيرة بتفرق جامد جدا. تعالي نزود الكلام ده شوية أسرار من قلب المطبخ. الفكرة الأولى: تحمير البصل بسرعة ومن غير دموع زيادة. اعملي زي ما قلنا واعصريه كويس، ولو عايزة لون ذهبي حلو رشة سكر صغيرة جدا على البصل وهو بيتحمر هتديكي لون تحفة. الفكرة التانية: توفير الزيت بذكاء الشيفات. الزيت اللي نازل من البصل ده كنز، ممكن كمان تضيفيله فص توم وهو سخن وتستخدميه في أي طبيخ، طعم خرافي. الفكرة التالتة: عصير طماطم تقيل ومركز، ولو عايزة تزودي الجودة أكتر صفي العصير بمصفاة لو عايزة قوام ناعم، أو سيبيه تقيل لو بتعملي صلصات تقيلة. الفكرة الرابعة: تنظيم المطبخ يساوي سرعة زائد راحة. اعملي نفسك أوركسترا، كل عين شغالة بحاجة وكل خطوة ليها توقيت، هتلاقي نفسك خلصتي قبل ما تحسي. الفكرة الخامسة: وداعاً لفوران اللبن، ولو حطيتي المعلقة خليها معدن وتكون واقفة جوه الحلة، هتكسر الفوران ومش هيهرب منك تاني. الفكرة الستة: البيض المسلوق من غير خسارة، كمان بعد السلق حطيه في مية ساقعة، ده بيسهل التقشير وبيخليه يطلع مظبوط. الفكرة السابعة: مكرونة بشاميل زي الفراخ المشوية في الفرن، الحرارة هنا هي البطل، سخن زائد سخن زائد سخن يساوي نتيجة مظبوطة. وما تنسيش تدخليها فرن سخن مسبقاً علشان الوش يتحمر ويقرمش. بونص من قلب الشغل التقيل: أي أكلة فيها لحمة أو فراخ سيبيها تستريح 5 دقايق بعد التسوية، العصارة هترجع جواها والطعم هيبقى أروع. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.